الرجال يلجؤون للصمت لما يتوترون، والنساء يتكلمون عشان يهدون توترهم. وأنا أقلب في أحد الكتب صادفتني هالجملة. جتني مرة أحد الطالبات وهي تكلمني بصوت واطي، يعني توشوشني. قالت لي إن أخوها البارحة جاء من المدرسة ودخل على غرفته فجأة، لكن كان ساكت وما يتكلم. دخلت وراء الأم وقعدت تسأله عدة أسئلة: ليش مو قاعد ويانا؟ ليش منعزل بروحك؟ وليش ما تقعد مع أخوانك؟ وفي كل 10 دقايق كانت تدخل الغرفة وتسأله نفس الأسئلة. لكن البنت قالت لي إن هالشيء استغربت منه، لو إن أمها عطت الولد وقت إنه ممكن يجي يسألها أو حتى يفضفض لها. وهالجملة خلتني أتأمل بأن نحن فعلاً مختلفين، مو بس بين الزوج وزوجته، بين الأم وولدها، بين البنت وأبوها، بين الأخ وأخته. كلنا مختلفين بردات فعلنا وتصرفاتنا. لو جينا نفسر موقف الأم، فالأم كانت خايفة على ولدها وتبى تطمن عليه، لكن هو لجأ للصمت. ومن هنا نعرف إن في اختلاف بيننا نحن، بين المرأة وبين الرجل. فالاختلاف واضح، المرأة تلجأ للكلام حتى تعبر عن نفسها أو ما يضايقها، بينما الرجل يلجأ للصمت لما يمر بمواقف صعبة. والحين بصير أطالع شيء ثاني في مكتبتي، لكن في جملة بعدها تدور في بالي.